السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، واحسن حال وصحة وسلامة وراحة بال يا رب. هنقول يا بركة بسم الله ونصلي فينا على النبي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، بسبكنا التقلية بتاع المحشي، وتقلية محشي يعني بصل بقى، وتخرطي على ايدك كده وتسيبي التقلية تتسبك لحد ما الإيدام بتاعها يبان على الوش كده. تكوني بقى مجهزة خضرتك والمرتة لو بتحبي تعملها مرتة، وقلب قلب كده زي ما انت شايفة كده. طماطم حمرا اللهم بارك، وايه حلوة التقليب وانا ملغوصة كده بس انا بحب اقلبه وادعك البصلة بالحاجات دي كلها كويس جدا. ادي الكرنب سلقناه زي ما انت شفتوا كده. دي بصل، شبت، بهارات فراخ، فلفل اسمر، والفراخ طبعا مغسولة ومتصفية زي ما انتم شايفين كده كويس جدا. وهتبلها بقى كده، عاملة فتحات في الفراخ، بقلب كل التتبيل في الفراخ كلها عشان مش هشويها. ايه رأيكم بقى؟ شفت بسرعة احنا في عصر السرعة طبعا. كل اللي انت شفتوه اللي عدى ده كله كنت عاملاه على بيات يعني قبلها بيوم. هنا بقى حبايب قلبي كده كنت عاملة فول مدمس، وده بقى هدخله التلاجة بقى الوقت ما نعوزه تاني، وقلنا بكرة الجمعة هنفطر منه. هنا بقى عاملة كتل عشان اغلي مية للمحشي عشان ننجز كده الفراخ دي اللي كنت متبلاها بقى من بالليل زي ما قلت لكم، حط عليها معلقتين صلصة كده من بتاع المحشي، وهدخلها الفرن على طول. هنا بقى هفضي مكعب من المرقة وشوية دقة، يعني يا دوبك هنملح المية اللي هنزودها لان الملح بتاع التقلية والمحشي مظبوط. هبدأ بقى كده اغسل معاكم الاطباق على ما تكون المية غلت كده، هننجز وقت يعني. طبعا ايدي مش قادرة بس هعمل ايه، الله غير ربنا يعمل مش عارفة اعصب يعني، لما اربطها كده بحس ان هي ايه فيها عصب شوية. جبت رباط ضغط كده وربطتها زي ما انتم شايفين، وبدأت ايه اشتغل. هسيب كده على المشي بس احسن ما نسيب الدنيا ايه مدربكة كده حوالينا. والله كنت بغسل بس مش قادرة. هنا الكاتل كان فصل، وهزود بقى التقلية بالحاجات اللي انا عملتها دي، ازود عليها مية واقلبها كويس، وهنسقل المحشي منها. ايوه كده، اللهم بارك. اهم حاجة بقى تهز المحشي كويس جدا كده عشان المية تنزل تحت، والمحشي ما يكونش متغطي بالمية عشان يطلع معاكي مظبوط زي ما انت شايفة كده حبايب قلبي. كده بقى اغطيه واولع عليه على طول. نكمل بقى غسيل الاطباق. بحب ازود الصابون السائل المية سخنة، يا اما من السخن يا اما من الكاتل كده. حاطه الحاجات الالمونيا اللي منها عملتها بالسبونشة كده على طول، لاني مش قادرة خالص ادعك بالسيف ايديا يا رب ما يوراها لحد يا رب. ممكن شوية اطباق يعني مش مستاهلين ان انا اسيبهم وابقى الدنيا عليا، عشان اللي هسيبه هيتقوم عليا. فاول باول كده بشطب المطبخ على طول، والحوض بالذات مسيبش حاجة في الحوض. الناس
السخنة بقى ايه ما شاء الله بتنضف معاك على طول. انا بحب اغسل بمية سخنة اساسا، يعني صيف شتا ما بغسلش السخان. بس الحلة دي كانت متشعوطة كده شوية، هغسلها برضو كده لما ان شاء الله تخف شوية هبقى ادعكها كده بالسلكة والمعها واخليها صلب واوريها لكم دلوقتي. الصينية دي ظهرها هو كده مش وسط، الملامين بتاعها مش كويس، بس هي دي الحلة اللي انا بقول لكم عليها، دي اللي كان فيها الفول. شايفين حتة الشعوطة اللي فيها دي؟ لما بحط عليها كلور وادعكها بالسلكة بتبقى ما شاء الله بترجع تلمع تاني من جوه ومن بره. انتوا لو تلاحظوا ان انا مطلعه يعتبر حلة او حلتين من كل طقم، هي مش انا مش بمزاجي يعني، هي صدفت كده. لما بقيت الحلة تطلع هتشوفوا الفرق بين دول وبين المتعانين، مع ان اللي متعانين اهو شايفين، هي دي الحتة اللي انا بقولكوا عليها، مع ان المتعانين برضو دول انا كنت بستعملهم كان زمان. قول لي الزمن يرجع يا زمان، الم الدنيا كده. بس مش هغسل الحوض دلوقتي ولا لما اخلص. انا كنت طلعت بقى اكل كتير، طلعت بقى اكل طحينية سخنة زي ما انتوا شايفين كده عشان الدهون اللي في الطبق البلاستيك ده، وكان خلطة المحشي هي كده. النظافة حلوة، النظافة من ايمان يا ولاد. كل هنا على النبي حبيب قلب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى ولعت على الزيت عشان نعمل بطاطس لست البنات، عشان احنا كده لسه هنفطر. يعني انا كنت ولعت على المحشي والحاجات دي كنتش لسه فطرنا، اول ما صحيت عملت كده على طول. هنا بقى بقلب الفراخ على الناحيه التانية عشان ايه تبقى السوا بتاعها سوا كامل، مش جنب وجنب ولا اي حاجه. شايفين جمال الفراخ؟ الله الله، تسلم ايدك يا بنتي يا بسبوس. هنا بقى نكمل الفطار. انا هعمل شاي وهسخن، ده الفطير اللي انا كنت عاملاه معاكم. هسخن بس كام فطيره كده على قد انا بس، لان سيلا مش هتاكل غير بطاطس. سخنت كده فطيرتين، شايفين بقول لكم ما بيطلع من الفريزر ده، الكيس ده كان في التلاجة يا دوبك سخنته مورق وطري ما شاء الله اللهم بارك. يعني فطار خفيف كده. تعالوا اتفضلوا معانا اما الشاي والبطاطس بقى يبردوا سخنه. هنصحي ست البنات شو سلا سلا الجميله. صباح الخير صباح الخير صباح الخير. عجبني العسل دي ولا قوم يلا قوم يلا يلا قد ماما ولا ماما ولا تعالى تقول ماما صباح الخير صباح العسل. تعالى يلا بص هبش تعالى يلا عشان نغسل ها ها قلبي صباح الخير صباح الخير ولا. هنا بقى كنت غسلت لها وشها وراحت الحمام عزك الله. امسكها بقى كده، هي كانت لسه نايمه يعني، بالليل بحميها او بغسل لها وبتغير هدومها كامله وبنيمها بقى بتنام نضيفه. الصبح بقى بتقوم نضيفه كده، بسرح لها وبفطرها وبتقعد بقى تلعب كده. الله الله عسل يا ولاد، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بصي هنا بقى كنا خلصنا، هنقعد نفطر انا وهي. كان المحشي ولا عليه بتلدن والاكل ايه، عشان احنا ما بنتغداش يعني بعد الظهر على طول، او العيال لما بتخرج من المدرسه مش بناكل لا،
اللي بيبقى عليه درس مثلا الساعة 2 بيجوا الساعة 3 نتغدى، يعني على حسب ايه ما هم عايزين. المحشي كان بيتلبن، انا بحب احطه على وشه كده معلقة من السمنة، بيديله لمعة وبيديله طبعا طعم ما شاء الله اللهم بارك. ايه رأيكم في حلة المحشي يا حلوين؟ الفراخ بقى كمان كانت استوت وبحمر وشها. هنا بقى العلبة كانت اللي انا كنت حاطة فيها الباقي التقلية كانت وقعت شوية. لما تجيش بقى ايه في البيت الشاطرة تمسحها بفوطة وتنيل الدنيا، او تجيب السلكة وتغسلها على طول، تجيبي منديل كده ولم اي حاجة على البوتاجاز الاول، وامسكيه بقى بحتة سلكة كده ناعمة بشوية بريد، لا اكتر ولا اقل. انا بغسلش بوتاجاز غير كده. شايفين هنا العين دي برضو كانت متشعوطة شوية اهي، مجرد ما دعكتها خلاص نضف. وللعلم برضو انا ما بسيبش الكوش، يعني وانا هاجي الم الصابون ده بشيل كل كوشه وبمسح تحتها، عشان لو في مثلا زيت في زي العين دي كده. برضو انا هلمعه كويس. بعد المسحه دي هجيب فوطه تانية نضيفه، مسكته بقى لمعته كده على ايه على راحتي، وشلت الورق اللي كان على الازاز ده وانا ماخدش ده كله. هنا بقى ميه سخنه بشويه برسيل جل كده، وهمسك البلاط زي ما انتم شايفين كده، لان هو مش بينضف غير كده. عايزين بقى نشم ريحه نظافه. بس كده انا هقول لما بقى الدنيا الميه دي، شايفين لون الميه عامل ازاي، عشان بقالي كام يوم ما مسحتوش. ايه رايكم بقى البلاط بيلمع ما شاء الله اللهم بارك، ولا ريحه النظافه بقى كده. استنيت لما الارضيه نشفت وفرشت الارضيه، وده يكون شكل المطبخ بعد ما خلصنا طبيخ، لسه ما كناش اتغدينا. ايه رايكم بقى؟ الله الله، كده كان جهزنا الغدا اهو. تعالوا بقى اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا يا رب على قلب كل اللي اكل. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. قوليلي ايه رايك في المحشي بتاعي، والارضيه بتاعته بقى كانت تحفه ولا لزق في الحله ولا اي حاجه. انا نسيت اوريكم الحله هنا ازاي. شايفين جمال الفراخ بقى مستويه، والصوص بتاعها ده جميل، هو حاجه بسيطه بس صراحه تحفه ما شاء الله اللهم بارك. كده حبايبي اشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد، استودعكم الله.